لو ناوي تكتب إيصال أمانة، ركز معايا في اللي هقوله. هنذكر مع بعض الحالات اللي بيسقط فيها إيصال الأمانة. بداية عشان ما تفوتكش كل معلوماتنا القانونية، انزل اعمل لنا فولو سبسكرايب عشان توصلك كل فيديوهاتنا. وإيصال الأمانة لو كان عليه تاريخ فبيسقط جنائيا بمرور 3 سنين من التاريخ المدون عليه، وده وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. أما مدنيا فبيسقط بمرور 15 سنة من التاريخ ده، وده وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني. وأما في حالة صدور حكم في القضية، فلو الحكم ده كان غيابي فبيسقط بمرور 3 سنين من تاريخ الحكم، وده برضو وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. أما لو الحكم كان حضوري فبيسقط بمرور 5 سنين من تاريخ الحكم، وده وفقا لنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية. وآخر حاجة لازم نعرفها أهم من القانون نفسه، هي إن الشريعة الإسلامية لا تعرف التقادم في الحقوق. فلو عليك دين ومر عليه سنين فهو في رقبتك، وواجب عليك سداده. وتذكر وقفتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وما تنسوش اللايك.